اللي قدامكم دي مأذنة مسجد المؤيد شيخ، والقاهرة اتعرفت زمان بمدينة الألف مأذنة لانتشار المساجد فيها واهتمام المعمرين بالعمارة الإسلامية. والمأذنة دي موجودة بالتحديد عند باب زويلة، وهو أكبر أبواب القاهرة الفاطمية. وباب زويلة شهد أحداث تاريخية كبيرة جدا، منها تعليق رؤوس رسل جنكيز خان رسل التتار لما جم هددوا المصريين، وقطز قطع رؤوسهم وعلقهم على باب زويلة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ الفيديو ده هيبقى غريب جدا. انا هعمل محاولة عشان اطلع المأذنة دي. شايفين المأذنة دي؟ احاول اطلع فوق. في ناس بتطلع فوق. هنا تاريخ طبعا في الدرب الاحمر. هنا اللي يجي الدرب الاحمر يحس بالمتعة اصلا وهو ماشي في الشوارع دي. طبعا قطعت تذكره ب 10 جنيه وطالع دلوقتي للمأذنه بتاعه مسجد المؤيد شيخ. بصوا المسجد فوقيه عامل ازاي، المسجد عامل ازاي. بس قبل ما اطلع بقى تعالوا اوريكم حاجه هنا. بصوا الاثار بتاعتهم يعني بتاعه الناس السابقين لينا. بصوا بقى الكلام عامل ازاي، الاطباق اللي كانوا بياكلوا فيها. بصوا ابريق الشاي والحاجات القديمه اللي كانوا بيستخدموها هنا. وانتبه امامك 76 درجه حتى تصل الى المنطقه العلويه. ده الدرجه اهو. نطلع. وهنا من الحاجات التاريخيه اللي حكوا لي عليها تحت ان القطز علق الرسل بتوع المغول بتوع جنكيز خان تحت هنا في باب زويلة. طبعا هنا السياح بيجوا كتير جدا يتصوروا هنا ما شاء الله. طلعت اخيرا لاول مره مأذنة المؤيد شيخ. خلي بالكم ان المأذنه الجامع هنا الباب بتاعه بتاع السلطان حسن، وده ليه قصه تاني بقى خالص. انا كده فوق في قلب المأذنه من فوق. بصوا كده احنا هنا لسه المأذنتين فوق اهو. طبعا ده الشارع ده هو شارع المعز، امتداد لشارع المعز. يعني تمام المآذن اللي انتوا شايفينها موجوده دي كلها في جامع في شارع المعز، لحد ما تلاقي هناك كده دي القبه بتاعت مسجد المؤيد شيخ. والمآذن اللي موجوده دي اللي هتشوفوها دي، المآذن دي كلها مآذن جوامع في شارع المعز اللي هو تحتينا ده. ده كده شارع المعز. تعالوا نحاول نطلع المأذنه دي. مش عارف يطلعوها ازاي. حاول اطلع كده. ده باب المأذنه اللي هي دي، ونطلع. بسم الله بسم الله. بصوا السلالم صغيره جدا. بصوا بقى المنظر، كل اللي تحت هي دي الدرب الاحمر. كل دي الدرب الاحمر. تعالوا نشوف بقى من هنا باين القلعه، قلعه صلاح الدين اهي، ومسجد محمد علي. شايفينه عامل ازاي؟ يا رب يكون واضح في الصوره. وادي المسجد اهو، وادي القلعه. طبعا المسجد ده استحدث بعد بناء القلعه، بعد ما صلاح الدين بنى القلعه دي عشان تبقى حصن لمصر. جه محمد علي باشا وبنى المسجد جوه القلعه، يبقى اسمها قلعه صلاح الدين، وده مسجد محمد علي باشا. ده شارع الخياميه اللي تحت ده، شارع اسمه شارع الخياميه اللي احنا كنا صورنا فيه قبل كده. ان شاء الله شايفين الراجل بطربوش ده؟ دي حكايه كبيره جدا. الراجل ده ان شاء الله في يوم هصور معاه فيديو وهتسمعوا حكايته. بصوا بقى المسجد، انا موجود في الحته دي في قلب المأذنه الثانيه. Hi. Hello. How are you? From where? China. China. Yes. So where are you? Where are you from? From Egypt. Egypt. Yes. You're the local. ما شاء الله شباب من الصين. Hello. Hi. Hello. Subscribe to this guy, please. حبيبي. Yeah. حبيبي. Yeah. What is Habibi? حبيبي my love. My love. Oh, my my friend. love. Yeah. Oh, my friend. How Yeah, my are love in Chinese is أيوه. 喜欢你. Suhaini. Suhaini. Yeah, it's right. It's right. باي باي Bye bye. باي. علمني كلمة بالصيني. ما شاء الله. بصوا بقى المسجد دي تحت هنا، مسجد المؤيد شيخ كبير جدا. يعني انتوا تمشوا في الشارع هنا تلاقي الشارع صغير فتحس ان المسجد صغير، بس اللي انت تخش جوه المسجد ده من الباب ده تلاقي الصحن بتاع المسجد اللي انتوا شايفينه ده. لا انا بصراحة يعني استمتعت. اول مرة في حياتي اطلع المأذنة دي.
وان شاء الله اللي عايز يطلع المزانه دي ب 10 جنيه هنا يا جماعه، تيجي تاخدوا التذكره كمصريين يعني، الاجانب ب 100 جنيه تقريبا. وتتفرج على الجمال بتاع مصر الفاطميه والعباسيه والمماليك، كانوا كلهم موجودين في المكان ده كلهم. فما شاء الله مصر جميله. طبعا المسجد اللي تحت ده انا هعرف برضه تاريخه ايه، انا ما اعرفش المسجد ده ايه، واللي يعرف في الكومنتات المسجد ده ايه يقول لي. ربنا يخلينا اصحاب الحرف اللي خلوني اعرف المنطقه الجميله دي، منطقه الدرب الاحمر والحسين والازهر والجماليه وباب الشعريه وخان الخليلي وشارع المعز. منطقه غنيه جدا جدا، ولازم كلنا كمصريين نعرف تاريخنا ونعرف المناطق دي، مناطق تحفه. ومن الارتفاع الكبير ده لازم استغل الفرصة واصور شوية صور كده، يا رب تعجبكم. تاريخ. ده المدخل الأصلي لباب زويلة. طبعا المدخل ده اتقفل، ما شاء الله. بيقول لك الفتحه دي كانت بتستخدم لصب الزيت المغلي على الاعداء. الفتحه دي يا نهار ابيض، بصوا كده الفتحه دي كانوا بيصبوا يعني اي عدو معدي من هنا يصبوا الزيت المغلي عليه من هنا. الله اكبر. ده حاجه جامده جدا يعني. بصوا هنا المنظر كده، احنا تحتينا باب زويلة على طول. ده ايه بقى هنا؟ طبعا ده منسوب الشارع اليوم، منسوب الشارع اليوم، يعني دي حته قطعوها من الباب عشان الشارع عالي طبعا، فدي حته قطعوها من الباب وحطوها محتفظين بيها هنا. مش عارف هنا ايه، بس انا هحاول استكشف كل حاجه. هو ده الباب بقى. بصوا بقى، شايفين ده باب زويلة، ننزله من تحت. طبعا موضوع ممتع جدا وشاق جدا، بس ممتع بجد يعني، ان انا تشوف الاثار الجميله دي. كان الفخار اللي كانوا بيستعملوها لسه محتفظين بيها اصلا اهي. بص المنظر ده. طبعا مكتوب كتابة هنا. بصراحة ده من أمتع الفيديوهات اللي أنا صورتها، إن الواحد لما بيعرف تاريخه ويعرف قد إيه عظمة الناس اللي عاشوا في مصر هنا وبنوا لنا مباني ضخمة وكبيرة وجميلة جدا وليها تاريخ. ده زير أهو، زير الأواني الفخارية كلها لسه محتفظين بيها هنا. العشو والمعشوق اللي كانوا بيعملوه زمان، الازاز الملون ده تحفه. طبعا ده باب زويلة زي ما انتم شايفين، والحلقتين اللي فوق دول اللي اتعلق فيهم الرؤوس بتوع الرسل المغول. الحلقات دي ده باب زويلة. بصوا الباب عامل ازاي. ونروح نصلي العصر بقى في مسجد المؤيد شيخ. طبعا اللي انتوا المسجد، الباب المسجد بتاع المؤيد شيخ ده الباب ده كان بتاع السلطان حسن. طبعا المسجد زي ما قلت لكم من فوق ما شفنا المآذن بتاعته. المسجد من بره تحس انه مسجد صغير، بس هو من جوه بصوا بقى اتفرجوا على الجمال. هنا طبعا المكان الوضوء. عامل ايه؟ هنا بقى بصوا الميضة القديمة.
اسمك ايه بقى؟ سليمان. سليمة. والله عسل اسمك. تشرب برتقال من عند السواقي؟ حلو ولا لا؟ حلو. عشان هم حلوين. وبعد الجولة الممتعة اللي كانت في عز الحر، كانت درجة الحرارة فوق 40، لازم نشرب عصير من عند السوهاجي. عربية السوهاجي واقفة تحت باب زويلة على طول، شابين محترمين جدا بيعملوا عصير، كل أنواع العصاير عندهم. يلا بينا نشرب عندهم عصير برتقال المتلج وندعمهم كمان. السواقي واحد بس اهو عند باب زويلة. حبيبي يا ابوه. عايز كوبايه صفر ينفع؟ ينفع يا ابوه. اصلا المفروض معاه وهو مسافر يعني. هتسافر خلاص. هتسافر ولا بس ازاي؟ عايز اسافر. عامل ايه؟ بخير والله. بسم الله. بصوا احلى كوبايه عصير تشربها عند السواقي هنا. واقف متولي أيوة. كنت في السوهاجي اقول لك اهو. بص بقى كوبايه العصير دي من عند الشباب المحترم ده اهم، السوهاجيه المحترمين. سوهاج من سوهاج عشان سوهاج. ربنا يبارك لك ما شاء الله عليكم. بص بقى احلى كوبايه عصير تشربوها من عندهم. والله العظيم الكوبايه دي جت في وقتها، درجه حراره 40 يعني. قول لي بقى انت عندك ايه؟ غير البرتقال في كنتالوب، في مانجا، في تمر، في دوم، في بطيخ، في ليمون نعناع، في موز باللبن. الله اكبر عليك. في كمان مشروبات كل عندنا. العصاير. كمان فرشات. اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير ودعوا على اخوكم بالخير. سلام.